يوم عظيم على الكرة المغربية والكرة العربية والكرة الأفريقية. منتخب المغرب للشباب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب. معجزة كروية بكل المقاييس، معجزة سيقف عندها التاريخ كثيرا بالتأمل والفحص. معجزة لم تكن وليدة الصدفة، ولكن كانت وليدة التركيز والتفكير الجيد والإدارة الجيدة ووضع الخطط المظبوطة عشان منتخبات المغرب تلو الأخرى تصل لإنجازات تاريخية زي ديت. الماتش كان عظيم جدا من جانب المغرب، تعادل المغرب 1-1، ولكن في ومضات يعني على الطريق في الماتش. كان حارس المغرب الأول بن شاوش اتصاب في الدقيقة 60، ثم بعد كده ينزل الحارس الثاني المغرب، ثم نجد انه في الوقت الاضافي الثاني في اخر 5 ثواني بينزل حارس المغرب الثالث. منتخب المغرب كله او لعيبه المغرب بتطلع الكره بره عشان يبدا تبديل الحارس الثاني بالحارس الثالث لمنتخب المغرب المصباحي كتب اسمه النهارده بحروف من نور. المصباحي ينزل عشان هو بيشرب يكون على ازازه الميه ورقه زي اللي كانت مع ابو جبل في كاس افريقيا بمكان تسديدات فريق فرنسا او لعيبه فريق فرنسا. المصباحي كان حافظ الورقه دي عن ظهر قلب. المصباحي يعني حتى انه بيشغل لعيبه منتخب فرنسا ويخرجهم عن تشغيلهم عشان يقدر يصد ركلتين جزاء او ركلتين جزاء يخرجوا وما يدخلوش في المصباحي، وبالتالي يحدث انجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالصعود الى نهائي كأس العالم للشباب. وهو بصراحة شيء ما جاش يعني عن طريق الصدفة، ولكن عن طريق تخطيط جيد جدا 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 لمنتخبات المغرب كلها. المصباحي بيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وهو لاعب الجيش الملكي المغربي، ويدخل قلوب المغاربة وقلوب العرب جميعا. بنية بالفوز 15 مباراة متتالية بدون هزيمة. النهاردة المغرب بيكسب الكونغو عشان يصل للمباراة رقم 16 بدون هزيمة، وهو أفضل منتخب على مستوى العالم بيعمل الليست دي وبيكسب 16 مباراة